تعال عندي انت وصاحبك بدر، وانت عارف كل شيء. هي الوسيمة حكي الحارية ملاحقين البنات. وانت ساير تفعل لي مشاكل مع ناس ما تخاف الله يا ابني. احنا ما نرضى بالشيء الغلط، ومن باب الناس دقوا بابه، خليها في راسك. من يسمع بنا هذا الجاهل؟ كم بطل الفضل حقك هذا الذي يدخلك في مصايب الدنيا والاخره. كيف ماشي يا روح امك؟ اكيد موضوع البنت اللي لاحقناها ما بيش غلطة وزلت، هذا عرض وشرف. اتكلم من البنت احسن لك. يوه سارق بغير جنان محمد ما يفعلهاش، محمد محترم هو بالناس. النبي محمد ما يفعلش هكذا يا ام احمد. انت متاكد ان انت مسافر ابني محمد بعيون ايش؟ ما درك انه محمد، كيف تشك بالولد وما بش في يدك دليل؟ قسما بالله العظيم عايز اسمع هذه الكلمه منك شاقص لسانك. يا الله من جبت لنا هذا المصيبه، دحين وين ابني؟ ايه يا مزر يا بنت يا حلوه، الو الرقم لا تحضيش. ايه مالك يا اخي؟ حسسني اول واخر بنت في الشارع يا اخي، متدعمه مني. مالك يا دعمم؟ والله اني عدت الرقم غصبا عنا. ايه الو ياي يا اولاد، مراد عم بتكلم مالك؟ ما اكلمكم انتو، ما احسوش على انفسكم، ما مش معاكم عرض ولا شرف. بنات الناس مشي لعبه، كم من مره وانتو تلاحقوا بنات الناس، ما عاد تحملوش على انفسكم. ما لكم صلوا على النبي اشبه. بيلاحقوا بنات الناس اكثر من مره وانا اركز عليهم. كلامك صح، وبعدين هؤلاء سمعتهم شي سابره في الحاره. انتم تحترموا انفسكم، مش ضروري نهين بكرامتكم ونظرتكم من الحاره. الله يلعنها طبيعه حمى على تقنكم. والله لو انتم مشاكم من الحار لا كنا نفعل شي ما يعجب. وحتى لهم من داخل الحاره، هذا عرض وشرف مش شي لعبه. انتو بالذات كل مره تلاحقوا بنات الناس وانا اشوفكم بعيني، لكن ما اسمح بهذا الشيء. والعلم بك هذا الكلام الصحيح. احنا ما نرضى بالشيء الغلط، ومن باب الناس دقوا بابه، خليها في راسك. هذا اكيد ضروري ان انتم تاخذوا عقابكم. اليوم قد بملاحقه اما قد يعلم الله ما عيقا. الحذر يا اهل الحاره الحذر، احنا في زمن قد كثر فيها الفساد. لكن هؤلاء ما بش معاهم ضمير ولا معاهم ضابطي. كل مرة وانا اشوفهم، لكن هذا المرة شافوكم اهل الحارة كامل وانتم بتلاحقوا بنات الناس. اصلا ما انتم رجال، لو انتم رجال ما بتلاحقوا بنات خلق الله. هؤلاء ضروري نشوف موضوع من دم عاقل، والعاقل يخبر بنفسه ويخبر بحالته. المهم يا اهل الحارة، هؤلاء ضروري ما يجلسش في الحارة، هؤلاء ضروري يدرلقس. هذا الشيء مشوا علينا، هذا على عقل الحاره. اكيد هذا الشيء، لان بنات الناس مش شي لعب عندهم. من يسمع بنا هذا الجاهل؟ والله انه وطابنا وسمع بنا عند الحاره كامل. اقسم بالله لو بيدي لقتله. فعلا في ناس صح. بعدها يا اخي حتى حق الحاره حق صدقوا. وهذا المشكله، هي هذا المشكله. بس ايش قصه اني اسكت؟ والله ما يفيد. وشك هرم مثل ما قهرني. اقسم بالله اني مغلوب. يا محمد الخلباح، انا الشدري كيف لما بسرنا كيف؟ يلا دخل احنا وسط شارع، يعني عيبسلونا كلهم. انا ما ادريش، انا مستوعب ايش اللي حصل. والله النفس يشرب من دمه. لا تتحمسش، انا الشيء خرج قلبي بعقل، مش بالعنجهيه. كان ما تشين قعيله. لا تقعيلش، الواحد لما ينجح يستخدم عقله. ذكي، واللي ما بتخطط ما في راسك. انا اعرفك في الحاجه دولة. اكيد اطمن، وعد ادقوا على الضربه كامل. يا خطيب هذه لعبتي. هكذا تعجبني امورك حلاوه. الحين اسمعني بالحرف الواحد والشاء امرك. يلا خير ان شاء الله. يلا السابق. حي الله من جاء. الله يحييش. ما تفعلتوا اليوم يا نظر من نثره؟ ايش من نثرة يمه؟ كيف ايش من نثره؟ وانت ساير تفعل لي مشاكل مع ناس ما تخاف الله يا ابني. فجعتيني، قصي ابني ما قد فعلت. قوي يا ابني الله يرضى عليك. كم بطل الفضل حقك هذا الذي يدخلك في مصايب الدنيا والاخره. يوم ما قال لك شغله، لو يفشل واحد اثنين في هذا وبنت، هل عيدافع عليها او لا؟ اكيد انه عيدافع عليها. وانا اديت واجبي وبنهاية المنكر دافعت عنها.
لكن يا ابني انا خايفه عليك، يجي بقلبك شيء ولا شيء، الناس ما يخافوا الله. ما يفعل ولا حاجة يا يمه، ابني شجاع. انا داري يا ابني ان انت رجال وسيد الرجال كلهم، لكن المفروض هذا الحاجه ما كان تفعلها شي ابني. يمه مش غير انا واحدة اللي دافعت على البنت، الذي كانوا في الشارع كامل دافعوا علي. بس يا ولدي انت الذي بدأت، فاهم ولا ماشي؟ يمه فهميني، انا ما فعلت حاجة غلط، انا دافعت على البنت. يا ابني انا ما بنلومكش، بس هذول الناس ما تدخل معاهم في مشاكل لانهم لا يخافوا الله ولا رسوله. يمه المفروض تفتخري بي مش تلعسيني. الله يهديك يا ولدي، هذا الذي يسترق لك. لا تقلقي يمه والله ما عيقع حاجة، المهم والله دحين جاوع. من عيوني اقوم الان افعلك احسن غدا. تسلم عيوني يمه. شوف بالنسبة للزمان محمد العباسة. محمد العباسة دخل معي في اللعبة، ودام دخل معي في اللعبة أكيد حيخسر. ما عاد فيكم قلة حياة، هتروحوا لكم من بنات الناس. والله ان انتوا تستاهلوا ضرب مش بس تسمع. قسما بالله العلي العظيم أزيد أسمع هذه الكلمة منك شاقص لسانك. فك يدك، لو صدق سير هنجم على محمد مش عليا. إذا ما وريتك يا محمد ما أكون شكر. وين انت؟ موجود. تعال لعندي سريع. خير ما به. تعال لعندي انت وصاحبك بدر، وانت حتعرف كل شيء. يا الوسيم حكم حريه من حكينا البنات. طيب الآن أجي لك. لا يكونش وصل الموضوع لعند العادي. مار ها عارف وين سارح السبب بتجابر نفسك. بعدها ايش من الموضوع؟ خليني اسمعك كلها يصير الموضوع العاقل، ايش الموضوع؟ هذا العاقل اللي اتصل. ماشي كيف ماشي يا روح امك؟ اكيد موضوع البنت اللي لحقناها. يا عيبه ودحين ما نفعل. ما نفعل، ما بالله نصير لعنده. دحين ما نفعل والله اني قريب. لا تقلق ولا شيء، نصير نجاوبه ما يقع لك كل خير. هيا يا عاقل، ليش دعيتنا لهنا؟ ليش دعينا ملهانة؟ كلمهم ليش دعينا ملهانة؟ هذه من قلة تربيتكم. من هي البنت اللي كنتوا تلاحقوها؟ ايام بنت يا عاقل. يا عقل الشي دقوها غباء وسمعتهم ملام الحالة. يا عاقل كذي غلطوا وزلت ساعة ماشي. ايوه يا عاقل. ما بش غلطه وزلت، هذا عرض وشرف. اتكلم من هي البنت احسن لك. يا عاقل صلي على النبي، والله ما كنا دارين من هي. حموا على دقونكم، تلاحقوا لكم بنات الناس، ما مش معاكم انتوا عاد. انتوا ما يتفاهم معكم الا القسم. ليش يا عاقل يا خضر؟ الان تمشون على القسم، تمشون لما القسم. يلا يلا خاطرك نتلاقى على خير. الله معك. إذا ما راحت له باكم عمر. اقسم بالله الولقاء اشرب من دمك. لا يعني محمد يفعل بنا ياخذه ويحبسنا. اقسم بالله ما راح. انا اوريك بحق هذا الحبس اللي احتبسنا به وكرهن خرجنا شاف الرجل قلبي وقاريصه. طمعت معانا نختهي. يا ولدي ايوه لو سمحت ساعد امك، الله يديك الصحه والعافيه. الله يحفظك يا ابني. يو سارق يا عبد الله. وينه يا حج السارق مالش؟ وين يا حاج السارق وينه؟ هذا السارق سرق دبة الغاز حقي من البيت وكرهن لحقته. مالش يا حج من هو السارق؟ مالش صلي على النبي، مالك يا حج؟ ما تستعش على نفسك تسرق المرأة. مالك وخر يدك ودري ما بتقول، هي قالت اساعدها مش انا سارق. ما تريد ما تسرقني الا انا العجوز المسكينه. يا غارة داغي يروح علي انجل عاقل. مالك يا حج بتمسكيني؟ انت قلت لي اساعدك وانا ساعدتك، الحين بتقول لي انا سارق. لا تصدقوا له، هذا سارق. لا والله انه سارق، بعدها بهذا العمر ما بتسيش على نفسك تسرق يا سارق. الجهالة من فلك بيشتغلوا على انفسهم مش من فلك يا سارق. اول لا تساعدها وانا ساعدتها مش انا سارق. انت عملك عند العاقل. نايفه ادري ما هو، انا ساعدتها هي قالت اساعدها والله ما انا سارق. الله يا محمد كنا ظنك ولد محترم طلعت سارق، وبعدها ما عاد تريد تسرق ولا على عجوزات. يا جماعه لا تصدقوا والله ان انا بريء، اللي قالت اساعدها وانا ساعدتها. شو وقت الكلام الفاضي، الان عند العاقل حرات.
عاقل يا عاقل عاقل. خير ما قال ليش بترزوا على الباب هكذا؟ هذا سارق. ما هو اللي حصل؟ الذي حصل كان محمد بيشتي يسرق دبة الغاز على المرة. بغير جنان محمد ما يفعلهاش، محمد محترم مو بالناس. وصلك الخبر يا محمد؟ لا صدق يا عاقل، انت تعرفني واهل الحاره يعرفوني. نعرفك انك سارق. احترم نفسك ودرا ما بتقول. لا تبرر، سارق معروف. خلاص انتم الاثنين ولا صوت. انت روح يا محمد وانا اتاكد من خبرك. خير خير يا عادل، وانا دارنا هذه كلها مكيده، لكن الحقيقه عجبه. يا الله عينني على خبر حالك. والله من دبلعت يا احمد الدوره العجوز لو تمسك سمعوا بها الناس وصدقوا انه سارق. وعاد ما قد بسل من الجمل لبنه. صدقوا الناس وعاد انا اجي اشوه سمعته وعاد شوف على المكايد. لا والله انه يستاهل. انه يسمعوا بأمة الصغير. لو كنت تمسك وجهك بس كيف حمر خضر صفر امانه زي اشاره الموت. كوم انا فضح جنري هذا كوم. ايوه انا شفتهم بعيني متحوشين على محمد وقالوا له اسرق دبا غاز. ابني محمد ما يفعلش هكذا يا ام احمد. انت متاكده انك شفتي ابني محمد بعيونك؟ ايوه شفتهم بعيني. يا الله من جت لنا هذا المصيبه. دحين وينه ابني؟ لا تغلطي ان شاء الله الان بيكون عند العاقل. ما بفهم عند العاقل، ابني بريء. لا تخافي يا ام محمد ولا شيء، ابنك بريء وان شاء الله بيخرج ما بش ولا اي شيء. انا ضروري الان اسله عند العاقل، اسله بسر ابني. السلام عليكم. لا تقلق يما ولا حاجه، انا بريء ومظلوم وهذا كلها مكيده. ما هو يا محمد؟ ما هو ذا الكلام اللي سمعته؟ قل لي ما به. شويه مشاكل بس. يا بني طمني، ما وقع قل لي انا امك ما فعلت، ما هو ذا موضوع السرقه. شويه قال يما فعلوا لي مكيده وقالوا اني سارق وهذه كلها طلعت مكيده. الله يجازي من كان السبب. متاكد يا محمد ما بش معك مشاكل انت واي حد؟ لا ما بش. قصدي ما بينكش مشاكل انت واي حد يرجعوا يلصقوا بظهرك هذه التهمه. يما احمد ما بش انا واي واحد بيننا وهو مشاكل. خير الله ان شاء الله ما يحصل الا كل خير. استاذنك يا ام محمد انا بروح. الله معش ام محمد، الله يفتح عليش. دحين قل لي يا ولدي، كيف لما اتهموك بهذه التهمه وقالوا ان انت سرقت الدب الغاز؟ يا ولدي، أنا حاسة إن ذولي الاثنين الذي أنت ضربت أنت يوم على سب البنت هذيك هم اللي فعلوا لك هذا المكيدة. حسبي الله ونعم الوكيل يا ولدي. ما توقعش هم انهم. يا ابني انتبه على نفسك وتوقع إنه ما فعلوا لك أي شيء لأن أنت ضايقتهم. يما مظلوم ربي ما عيفلته وأنا مظلوم وبريء والله ما عيفلته. صدقت يا ولدي، إن الله هو الحافظ، لكن خذوا حذركم من البينات. انتبه على نفسك يا ولدي، ناس ما يخافوا الله. يما ما بشي والله انا تعب ذحين شاب ومربوط. يا ابني قلبي عليك مجروح، لكن الله يخرجك من هذا المشكلة. الله هو كريم. ارتاح لك يا ولدي. يا من عاد رديت الدباقس حق المريض والله كنت احترمك بس نزلت من عيني. سارق يا حول الله. وينه يا حق السارق مالك؟ ما تستعش على نفسك تسرق المرأة. لا والله انه سارق، بعدها بهذا العمر ما تستعيش على نفسك تسرق يا سارق. الجهالة مثلك تشتغل عالم تسمى مثلك يا سارق. مالك هبي، مالك يا ابني، مال ابي وروحي، ما هو اللي مغطي لك؟ مالك محمود؟ والقلب اللي فيني يمه يشتوي شوه سمعتي بأي طريقة. أنا واثقة إن أنت بريء زي ما أنا واثقة إن أنت ابني يا محمد. أنا يما إيش ذنبي؟ أنا ساعدت المرأة بس. يا ابني هذا الأيام تفعل خير تلقى شر. صدقي يما إن أنا لما أخرج بين الناس إن الناس يصيحوا لي يا سارق لو ما اكتبت.
ما عاد اقدر اقول له حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسيب من فعل بنا هكذا وبلك يا ابني. الله لا الحق الخير ولا من لك عافيه. الله ينتقمه وياخذه. امين يا رب. هيا ما تشي قاس مني كيف ما تشي؟ ما قاس ما لقى بعد. سكات مجنون انت. روح بكره لنا خبر. هذا مجبره. لا معلم ما لقى بدري عبد الله معك عن جابر الدول. نعم يا اسمك جابر ما خلص الوقت. يلا سافر بيننا. بيننا حشه تقهرني يا عمر، لكن اقسم بالله ما عذب من قهرك واحرق قلبك نفس ما حرقت قلبي، وانا داري كيف افعل بك. هي بسرت يا عاقل، وهذا السرقه الثانيه وقاعد امس سرق وبنت محمد صراحه زلط. مالك تتكلم صار؟ ايوه بينك المقصد ما نوصلكش خبر. لا والله ضروري نضبط امور الحارة. ما هو هذا الخبر كل يوم سرقه، ما هو هذا الغابة. شكل محمد ولدي سرق الزلط. ما درك انه محمد، كيف تشك بالولد وما بش في يدك دليل؟ كيف ما تشيني اشك والسرقه الاولى وقعت منه. اذا حصلت في الحارة اي نترة او اي شيء بدو خلاص محمد. اكيد لانه محمد قد سمعت على كل لسان انه سارق. اهم شيء بعد عاد تدي دليل على كلامك. سابر كذاك خبر. محمد يا محمد كود اللي لقيتك عاد انا كنت شاسل لك للبيت. خي وانت ما تشي مني. اشي اعترف لك بحاجه، باش تعترف لي؟ من المشاكل اللي بيحصل والسرقات كامل احنا في عنا لك مكيده على مد نشوه سمعتك. والله اني كنت حاسس ان انت ولدي فعلتوا لي هذا المكيده. محمد نزل يدك، نجينا عام نتفاهم ما نتقادمش، وشارد اعتبارك سمعتك بين الناس. كيف افعل وايش الدليل؟ شوهت سمعتي بين الناس. الدليل الذي بيني انا وعمر الرسائل الصوتيه، مستعد اني اسلم لك واخليك تسمحن بس ضروري عند العاقل. ايوه وليش هذا في او صايرت وانت صاحبه؟ لانه قهرني بحاجه وألمني ضميري، وانا مستعد اني افضحه واوقف عن حده ولو احتبست انا. يعني ايش تقول لي انك رجيم عيله عند العاقل يسحقك كل شيء؟ ايوه يلا تحركنا ما عاد وقت. ايوه يا بدر جهز الباروتو وانا قد جهزت دبة الغاز علشان ندبر المكيدة لمحمد. طالما ابو اعترفت بذنبك باقي صاحبك لازم نمسكه متلبس، وهذا الدليل لازم نسلمه للدولة، والدولة هتتخذ اجراءاتها ضده. شفت يا عاقل اني بريء وكل الذي يفعله هذا طلع مكيده. خلاص ولا تقلق، الحقيقة ظهرت وانت بريء يا محمد. اللهم ارحمني. شوف هذا صاحبك بيتصل، شوف رد عليه بس تفتح المكتب. الو ايوه 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 تمام يلا سابق. هكذا تعجبني. انا تأخرت. اكتب معنا عمل جاهز. هيا مالك من اي علمان؟ بريء عن العاقل يسلوك معاك. عاقل مسكناك تلبس. يا مرحبا بدر تتابعني يا بدر. مسكناك متلبس وصاحبك معترف بكل شيء، ولازم بكره تتكلم امام الجميع ان محمد بريء مالش دم في اللي حصل، وعن سلمكم للدوله، والدوله حتتخذ اجراءاتها ضدكم وتسجنكم وتكونوا عبره لغيركم، على اساس اللي يسوي لنفسه يفعل نفس اللي سويته يبطل الكلام هذا. يلا جله توكل. هيا اختار. يا اهل الحاره اجتمعوا لها سريع.
صلينا على رسول الله. اليوم جمعتكم لهنا عشان نثبت براءة محمد، وباقي الكلام أتكلم به المتهم نفسي. صلينا على النبي. طبعا محمد نكدنا له واتهمناه بظلم الصدق، ومحمد بريء، وانا وبدر اللي كنا نسرق. محمد بريء ولا لك دخل، فارجو منكم المسامحه يعني. محمد بريء. الآن شفتوا يا أهل الحارة أن كل حاجة حصلت وكل مصيبة حصلت في الحارة كانوا السبب هؤلاء، لأنهم اتهموا محمد، واتهام باطل جدا، وأكيد هذا النوعية لازم يأخذوا جزاءهم من الدولة. ومحمد أخبر بنفسه، النفسية عفي، هو أخبر بنفسه يأخذ حقه وحر بنفسه. أما بالنسبة للذي فعلوا لي هذا المكيد عفى الله عنهم. ونعم الذي صدقوا الخبر كونوا تأكدوا، إذا جاكم يعني أي شيء كونوا تأكدوا من الخبر. قال الله في محكم كتابه: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين.